أهلا بكم. في القرن العاشر الميلادي ظهر في بلاد الخلافة الإسلامية مؤرخ اسمه أحمد بن فضلان، واللي على الرغم من إنه منعرفش تفاصيل كتير عن حياته إلا إنه كان بمثابة جسر بين الحضارات. فبأمر من الخليفة سافر ابن فضلان في مهمة لنشر تعاليم الدين الإسلامي، لكن المهمة تحولت من مجرد سفر عادي لرحلة استكشافية من ناحية شعوب وقبائل غريبة أغلب العالم مكانش يعرف عنها حاجة. ومن خلال التجارب والمغامرات اللي مر بيها ابن فضلان في رحلته ساب لنا رسالة من أهم الوثائق التاريخية اللي عرفت العالم كله جوانب مجهولة عن شعوب كانت بتندثر مع مرور الوقت والسنين. أهلا بكم في القرن العاشر الميلادي في رحلة ابن فضلان في بلاد العجائب. السلام عليكم. سنة 309 هجري الموافق 921 ميلادي في قلب بغداد عاصمة الخلافة العباسية ومنارة العلم والنور في العالم وقتها. كان الخليفة وقتها المقتدر بالله جالس في مجلس الحكم حواليه وزراءه والقادة، وأثناء ما كانوا قاعدين دخل عليهم حاجب القصر ومعاه رجل شكله مختلف تماما عن أهل بغداد. بشرته بيضة، شعره أشقر، عينه ملونة وباين عليه أثر السفر. عرف نفسه إنه رسول من ملك الصقالبة ألمش ابن بلطوار حاكم بلغار نهر الفولجا، منطقة في أقصى شمال العالم في الأراضي المعروفة دلوقتي بتتارستان. جاي ومعاه رسالة من الملك بيعلن فيها إسلامه هو وقومه، وبيطلب من الخليفة يبعت وفد من العلماء علشان يعلموهم أصول الإسلام، مع طلب مساعدة مالية من الخلافة عشان يبنوا مسجد وحصن منيع يحميهم من مملكة الخزر اللي كانت متسلطة عليهم. وفعلا وافق الخليفة العباسي المقتدر بالله وقال له لكم ما سألتم، وبدأ يختار الفريق اللي هيقوم بالمهمة التاريخية دي. والرحلة كانت محتاجة ناس بمواصفات خاصة، ومن وسط كل الأسماء اللي اترشحت وقع الاختيار على مين؟ على أحمد بن فضلان. ابن فضلان ما كانش قائد عسكري ولا سياسي محنك ولا أي حاجة، لكنه كان عالم معروف بعلمه الواسع وثقافته الكبيرة، واللي أهم من كل ده مشهور بالصدق والأمانة. ده غير كان عنده شغف كبير بالملاحظة والتدوين، وعليه أمر الخليفة بتعيينه أمير للبعثة وكلفه بمهمة قراية رسالة الخلافة على ملك الصقالبة. وعشان الخليفة يضمن نجاح المهمة اختار مع ابن فضلان فريق متكامل مكون من 3 رجال، منهم سوسن الروسي، رجل من أصل روسي اتربى في بلاط الخلافة وعارف عادات وتقاليد أهل الشمال، بالإضافة لتكين التركي خبير جغرافي عارف بالطرق والمسالك في آسيا الوسطى وهيكون دليل البعثة. وأخيرا درس الصقلبة، واحد من بلاد الصقلبة نفسها بيتكلم لغتهم بطلاقة وهيكون مترجم البعثة. وفي يوم 11 من شهر صفر سنة 309 هجريا الموافق 21 يونيو 921 ميلادي انطلقوا لقصر الخليفة عشان ياخدوا التعليمات الأخيرة، والخليفة زودهم بكل اللي ممكن يحتاجوه في الرحلة بتاعتهم من أكل وشرب وأموال وخدم وحراسة يأمنوا الطريق. يعني كانت قافلة مجهزة على أعلى مستوى وقتها. وفي نهاية اليوم انطلقت القافلة من أسوار بغداد في رحلتها لبلاد الشمال، ومن أول خطوة في الرحلة بدأ ابن فضلان يوثق كل حاجة ما عدا فتره وأقلامه، وبدأ يسجل كل كبيرة وصغيرة بيقابلها في الطريق، ووصف المدن اللي بيعدي عليها بشكل الناس، طريقة كلامهم، كل حاجة لحد ما وصلت القافلة إلى مدينة بخارى عاصمة الدولة السامانية وقتها، واحدة من أهم مراكز العلم في المشرق الإسلامي. وهناك استقبلهم الوزير الجيهاني واللي كان معروف بعلمه وحكمته، ورحب ترحيب كبير ووفر لهم كل سبل الراحة اللي كانوا محتاجينها. وبعد أيام دخلوا على أمير الدولة السامانية ناصر بن أحمد وقرأوا عليه رسالة الخليفة المقتدر بالله. حتى اللحظة دي الأمور كانت ماشية بشكل ممتاز لحد ما وصلنا لجزء الرسالة بيتكلم عن الفلوس، واللي فيها أمر الخليفة بتسليم البعثة 4000 دينار ذهبي عشان ياخدوا الفلوس دي معاهم لملك الصقالبة. لكن الوزير الجيهاني اللي كانت المنطقة تابعة ليه معجبوش الكلام، فدبر مؤامرة وبعت أوامر لعماله في خراسان إنهم يقبضوا على الراجل اللي كان مكلف باستلام الفلوس، واللي كان اسمه وقتها الخوارزمي، واللي كان لسه في الطريق موصلش مع القافلة. وفعلا اتقبض عليه في مدينة مارو، وفضل ابن فضلان وأصحابه مستنيينه في بخارى 28 يوم كاملين وهما ميعرفوش ايه اللي أخره.
ولما حسوا إن الشتا خلاص داخل قرروا يتحركوا قبل ما التلج يقفل عليهم الطريق. وكملت البعثة طريقها لمدينة جورجانيا، آخر مدن العالم الإسلامي المعروفة وقتها، واللي موجودة دلوقتي في غرب أوزبكستان. ومنها انطلقوا لعالم مجهول في آسيا الوسطى. بعد أيام من خروج القافلة من جورجانيا دخلوا في أراضي قاحلة ومقفرة، أراضي عبارة عن سهل أبيض واسع متغطي كله بالتلج، مفهوش جبال ولا أي علامات تساعدهم في معرفة الطريق. وفضلوا ماشيين في المكان ده 10 أيام بيعانوا من البرد أشد من أي حاجة شافوها في حياتهم قبل كده، لدرجة إن ابن فضلان قال إن أقصى درجات البرد اللي جربوها في حياتهم بالنسبة للي هما فيه مجرد صيف. وبالرغم من إنهم كانوا خلاص على وشك الهلاك إلا إنهم عفروا وفضلوا ماشيين 15 ليلة لحد ما وصلوا أخيرا لأول تجمع بشري في المنطقة، وهي قبيلة معروفة باسم الأغوز أو الغزية. قبيلة أهلهم من الرحل عايشين في بيوت من الشعر، بينصبوها في مكان وبعد فترة بيشيلوها وبينطلقوا لمكان تاني. حياتهم عبارة عن ترحال مستمر في شقاء البرد. وصفهم ابن فضلان وقال: لا يدينون بالله بدين ولا يرجعون إلى عقل. ما كانش عندهم دين بالشكل اللي احنا نعرفه. كبارات وشيوخ القبيلة بالنسبة لهم هي الأرباب، بيستشيروهم في كل حاجة، وتعتبر كلمتهم هي الآمرة والنهية. من أكتر الحاجات اللي صدمت ابن فضلان كانت قذارتهم وعدم اهتمامهم بالنظافة. ما كانوش بيستنجوا من بول ولا غائط، مش بيغتسلوا من جنابة، ما كانوش بيحبوا المية خالص، لدرجة إن لو في تاجر مسلم معاهم وحب يغتسل كان بيعمل كده في السر بالليل، لأنهم لو شافوه كانوا هيضربوه ويفتكروا إنه ساحر بيسفلهم. نسائهم ما كانوش بيستروا أجسامهم عن الرجالة، سواء أزواجهم أو قبيلتهم أو حتى من الأغراب. لكن في نفس الوقت الزنا عندهم كانت جريمة مغلظة، عقوبتها إنهم يربطوا الزاني بين فرعين شجرة وبيشقوا نصين. الرحلة في أراضي الأغوز ما كانتش مجرد مشاهدة للعادات الغريبة من بعيد، كانت مليانة مواقف خطيرة هددت حياة البعثة كلها. في يوم من الأيام بعد ما وصلوا المعسكر الرئيسي لقائد جيوش الغزية، جمع المستشارين بتوعه عشان ياخد رأيهم في موضوع البعثة دي. فواحد من المستشارين قال: دي حاجة عمرنا ما شوفناها ولا سمعنا عنها قبل كده، ومفيش رسول للسلطان عدى من عندنا قبل كده. أنا شايف إن دي خدعة عشان يتجسسوا علينا. واقترح إنهم يقطعوا الرسل دي نصين وياخدوا كل اللي معاهم. لكن طلع واحد تاني من المستشارين، واحد رحيم شوية عن الأولاني، واقترح إنهم ياخدوا فلوسهم بس وكل حاجة معاهم ويسيبوهم يرجعوا بلادهم من غير هدوم. واختلف المستشارين على الأمرين وفضلوا من الحال ده كذا يوم. عاش فيهم رجالة البعثة رعب معاشوش في حياتهم قبل كده. وبعد تفكير طويل لقوا إن ملهمش مخرج من الأزمة دي غير إنهم يستخدموا الدبلوماسية، وبدأوا يقدموا هدايا قيمة من الهدايا اللي الخليفة كان باعتها للملك ألمش علشان يأثروا على القادة اللي هناك. هدوم، حرير، فلفل، جوز، زبيب. وفعلا في النهاية نجحت الخطة بعد 7 أيام، واتفق القادة إنهم يخلوا سبيلهم ويسيبوهم يكملوا الرحلة في لحظة كانت بمثابة ولادة من جديد للبعثة واللي فيها. وبكده نكون وصلنا لنهاية الجزء الأولاني من رحلتنا. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك واشتراك وفعلوا الجرس، ونتقابل في فيديو جديد. سلام.